المجيد تبون المجهودات التي يؤديها في هذا الإطار، هو يمكن أن يكون لاعبا أساسيا في الذهاب إلى حل حالة هذا النزاع. الله يخليك ولدي لما تعتقني به دابا. الصحراء الغربية عانت من الاستعمار الألماني. تهنينا خلي السرجان بالشعيب يعاود لينا. الماكله كاين غير شربها برك فيتامين شو. لا هذه كاينه. وبوريطة بالمناسبة وزير خارجية متخصص في الذهاب من عاصمة إلى أخرى للتسول بحثا عن موقف يؤيد الرواية المغربية في قضية الصحراء. نمشي حتى نوري لك وجهك في المراية. عندنا جار هو المخزن او يدخل لك كل السموم اللي ما تفكرهمش نتايا هما الحبوب اللي يشربوهم النساء. ياك نداء عاجل إلى عمي تبون، قافلة الصمود والإغاثة إلى قطاع غزة، عايزين حمامات بيطرطروا في الصحراء. القادر الزلزولي هذا الموهبة الجزائرية. احنا معناتها كي نديروا النشيد الوطني لازم ندوا الاذن من فرنسا، قالوا واش راكم تخلونا نديروا النشيد الوطني يرحم باباكم. دخلت عليك بالضبط. يقول لك الويسكي والريكار تقعد لي نتايا في اجتماعات رسميه وتقول تصفي فرنسا. سمعتها؟ لي زامي ما عندناش ما في الدار عمرناهم وخويناهم على الطواليت. ما ننساش ضروري الكومونتير ديالكم باش تثبت الحضور ديالك، ايموجي اي تعليق زوين او حتى الراي ديالك على هذه الحلقه. تحب تشري الماكله كاين غير شربها برك فيتامين شو. لا هذه كاينه. عبد المجيد تبون المجهودات التي يؤديها في هذا الإطار، يعني نظرا لعلاقته القوية مع إيران، أنا أعتقد أنه يمكن أن يكون لاعبا أساسيا في الذهاب إلى حل حالة هذا النزاع، لأنه لا يصنع هذا العالم أو لا نحافظ على هذا العالم بمنطق القوة الذي ينتهجه هذا الكيان، إنما منطق الحكمة أو منطق الاحتكام إلى القوانين الدولية، منطق الاحتكام إلى الأعراف والتقاليد الدولية، ومنطق الاحتكام إلى المفاوضات هو السبيل الأوحد لفض هذه النزاعات. الله يخليك ولدي لما تعتقني به دابا. وشاهدنا وزير الخارجية المغربي يصافحه فرحا ناصر بوريطة. وبوريطة بالمناسبة وزير خارجية متخصص في الذهاب من عاصمة إلى أخرى للتسول بحثا عن موقف يؤيد الرواية المغربية في قضية الصحراء، يعني يذهب هنا في العاصمة الفلانية وعندما يحصل على نصف موقف وربع موقف يفرح، وعندما يحصل على موقف أيضا يتباهى أمام الرأي العام الداخلي المغربي. نمشي حتى نوري لك وجهك في المراية. يجد الدبلوماسية المغربية ناشطة نشاط غير طبيعي، المخابرات الخارجية ناشطة نشاط غير طبيعي، والإعلام المغربي نشاط غير طبيعي، يعني استغلوا هذا الظرف اللي فيه زريبة الإعلام الجزائرية راقدة وكوري الدبلوماسية راقد، استغلوا هذا النوم العميق، هذا السبات استغلوه لانتعاشة الطرف المغربي دبلوماسيا وإعلاميا. إذن للأسف الشديد قوة الإعلام والدبلوماسية المغربية تكمن في ضعف الإعلام والدبلوماسية الصحراوية والجزائرية. بس عندي ما يسألك راك على بال. عندنا جار هو المخزن ما راحش يخلي الاستقرار في الجزائر او يدخل لك كل السموم اللي ما تفكرهمش نتايا راهم يدخلوا. هذه سموم جديده. ايه السموم الجديده. وشنو هي؟ دوينا عالم الاقتصاد كيف هما الحبوب اللي يشربوهم النساء تاع الحمل. نعم هذا هو المصيبه الكبيره. شوف العيالات كي دايره، شوف ها يوم من بعد اليوم عند الفارماسيان ما تصيبش الحبوب تاع النساء هذو، خلاص ما كاش بينري. ياك وشنو هي النتيجه المناخيه والاسقاطات المرجعيه اللي وصلتي لها؟ اذا هذا الشباب هذوما راحوا دناو الحاجه اللي ما تخاطبش العقل. نعم بكري كنا قال زطله وما راحوا الكاشيات هذو تاع الصاروخ متعوده دايما. دوك راحوا داروا لهذا المصيبه الكبيره هذه اللي خلات الشباب يدخلوا في عالم انت. نعم. واش نتوما ضربكم الله ولا مالكم؟ 70% من اللي كيتفرجوا ما دايرين اشتراك، فاذا كنتي واحد منهم هبطوا هذا الاشتراك ديالك. والإغاثة إلى قطاع غزة، عايزين حمامات بيطرطروا في الصحراء وعايزين خيام وعايزين مياه باردة وبامبرز وأولوز. الحقهم يا عمي تبون.
قافلة إغاثة عايزة أغاثة، قافلة صمود مش عارفين يصمدوا. ضحكتونا والله العظيم. عبد القادر الزلزولي هذا الموهبة الجزائرية الصعيدة ولد بلادنا. لا خويا تخلط لك، لا هذاك عبد القادر بوعلام هو ديالكم، هذا سميتو عبد الصمد والزلزولي ومغربي. هذه بلاد يا راكم وراكم دايرين على الفط. هاياك المغير هنا على الدين ساعة يا راسبور ما كاش ساعة بكم باللي ساعة، وهنايا ورانا في العاصمة رانا بعاد على العاصمة 35 كيلو. هذه ولاد موسى بومردان آخر بلدية في الكوكب تاع الأرض هذا، هذه هي آخر بلدية. دولة عظيمة، دولة قوية وعظيمة. أن النشيد الوطني الجزائري قسما بالنازلات الماحقات حقوق البث نتاعو في باريس في فرنسا. كيفاش؟ حقوق البث نتاعو في فرنسا، نعم. تخيلوا أن النشيد الوطني الذي كتبه الشاعر الجزائري ولحنه الملحن المصري حقوق الملكية تعود لفرنسا وليس للجزائر. الله يهديك يا استاذ، عيب شويه عليا، راه عندي القليب على قد بحالاش. احنا معناتها كي نديروا النشيد الوطني لازم ندوا الاذن من فرنسا، قالوا واش راكم تخلونا نديروا النشيد الوطني يرحم باباكم. دخلت عليك بالضبط. تخلونا نديروا النشيد الوطني يرحم باباكم. اوكي. ربي اذا حان الوقت لنشتري حقوق نشيدنا الوطني. اذا كان النشيد الوطني رمز الدوله مش ملكنا تاع فرنسا، كيفاش تحوس تهضر تاع الطماطيش والعدس والبطاطا؟ النشيد الوطني مش تاع الجزائر. واش بغيتو تقتلوني وتيتموني على ولادي؟ لازم ندو التصريح يا ماكرون جماعه تخلونا نديروا النشيد الوطني. كل ما نديروا النشيد الوطني نخلصوا فرنسا. يستحيل. واللي يدير النشيد الوطني وما يخلصش فرنسا ينحوه والله يتابعوه قضائيا. ممنوع هذا النشيد، حقوق ملكيه فرنسيه. هذه حقيقه للاسف الشديد، حقيقه للاسف الشديد. انا ريال العفريت واش هادشي في اخبار المخزن. الجزائر يعني تعتبر من بين الرواد في صناعه السيارات في افريقيا، وهذا بشهاده يعني شركائنا الافارقه، يعني الجمعيه الوطنيه لصناعه السيارات. يعني الجزائر عندها قدرات كبيره، ويعني شفنا ثاني بعد مناولين يعني عندهم قدرات قد تلبي كل طلبات افريقيا. يعني هذا بشهاده ثاني شركات صناعه البطاريات اللي عندها قدرة صناعة أكثر من 2 مليون بطارية في السنة، يعني غير موجودة. يعني ما حقرتيهم حاسديننا العالم كلش. الفرماج المخير تاعك والويسكي المخير تاعك، يجيبوا لك الويسكي والريكار مش عارف انا انواع الخمور يجيبوا لك من باريس مع الفرماج مع كل شيء، وتقعد لي نتايا في اجتماعات رسميه وتقول تصفي فرنسا. سمعتها؟ حكون عاقل، ما تتبهدلوناش. دوك الواحد يبدا يكشف فيكم بالواحد، بهدلتوا بروحكم وبهدلتونا معاكم. ابو الحاج سمح لي، عبد الله عم سلف الله يخليك. قلنا لكم هديوا اللعب، قلنا لكم هديوا اللعب وروحوا بالعقل، روحوا بالعقل. ونعاودها لكم، هذه التسريبات اللي صرات راهي جزء بسيط من نتانه وقذاره كبيره 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 رايحين يخرجوها لكم. الخنز اللي راهو جاي اكثر بكثير، الخنز اللي راهو جاي اكثر بكثير. بون لي زامي ما عندناش نروحو الدار الصباح خرجوا عمرناهم وخويناهم على الطواليت. قلت لك كلشي خري نقسم يمينو. هذه خريطة إحسان نقسوا عليها برميل هذا. الصحراء الغربية باش تاخذ باختصار يعرفها الشعب عانت من كل انواع الاستعمار، من الاستعمار الالماني. تهنينا خلي السرجان مش عيب يعاود لينا. الاستعمار الاسباني، الاستعمار البرتغالي، الاستعمار الايطالي، الاستعمار الفرنسي، اخرها الاستعمار المغربي. هذه راه ماشي سلوكيه. وشنو هي؟ دوبيرمان.